انت متبرمج زيك زي الكمبيوتر او الروبوت اللي بيتبرمج على اداء مهمة معينة، وبالفعل بيأديها بنجاح. عمرك سألت نفسك الناس المرفهة جدا او اللي معاها فلوس كتيرة قوي عملتها ازاي؟ لو جيت حسبت ان انت عشان تجيب مثلا عربية لامبورجيني اللي ثمنها حوالي 10 مليون جنيه، لو نفترض ان انت بتقبض 10,000 كل شهر، 10,000 اضربهم في 12 اللي هي في السنة، يبقى انت كده معاك 120,000. 120 في 85 يديك ال 10 مليون. يعني انت عشان تجيب عربية لامبورجيني ثمنها 10 مليون جنيه لازم تقعد تشتغل طول حياتك، بمعنى طول حياتك لمدة 85 سنة عشان تجيب ثمن عربية زي دي، بجانب ان انت هتكون كمان ما بتصرفش ولا جنيه من مرتبك عشان تقدر تحوش رقم زي دوت في الاخر. ده غير ان هي اصلا هتغلى اكيد بعد 85 سنة. محل بقى انت لو بتقبض اقل من كده. لو جيت سألت أي حد غني أو ناجح جدا في حياته وقلت له هل أنت نجحت أو وصلت لنجاحك ده إزاي؟ هل أنت متوقع إن هو هيقول لك إن أنا كنت بروح المدرسة واتخرجت ورحت الجامعة، بعد كده اتخرجت واشتغلت وتعبت وبتاع مش عارف إيه عشان أوصل اللي أنا وصلت له ده؟ لا، مستحيل، وأراهنك فعلا بكلمة مستحيل. أول حاجة هيقولها لك إن أنا بدأت بيزنس خاص بيا أو عملت حاجة خاصة بيا وبدأت إن أنا أكبرها ونجحتها، بعد كده دخلت عملت استثمارات كتيرة جدا جابت لي عائد كويس، بدأت إن أنا أكبر من نفسي وأنجح نفسي أكتر وأكتر في استثماراتي وفي شركاتي وبتاع مش عارف إيه، فوصلت اللي أنا وصلت له حاليا. يعني مش هيجيب لك سيرة المدرسة أو هيقول لك ان انا اتخرجت وعملت وسويت. فين المدرسه؟ فين الجامعه؟ فين اي حاجه ليها علاقه بالدراسه؟ اراهنك ان انت تجيب لي اي حد ناجح في مجال الدراسه او مجال الجامعات والمدارس. الناس الوحيده اللي هتكون ناجحه وهي صحاب المدرسه ذات نفسها او صحاب الجامعه، واللي هم بيكون هدفهم اصلا الاساسي اللي هو الاستثمار والفلوس فقط، مش حاجه ليها اي علاقه بالدراسه. كان في مقولة لكاتب مشهور كان بيقول لك ان احسن طريقة انك ما تعرفش الشخص ان هو في سجن هو ان انت ما تقولهوش ان هو في سجن، وده بالفعل اللي بيحصل معانا. للاسف شباب كتيرة جدا وشابات كتيرة جدا متوقعين او متخيلين ان انت طريق النجاح في الحياة هو ان انت تتعب طول حياتك في المدرسة وتجيب درجة كويسة وتخش كلية كويسة وتتخرج منها وتشتغل وتطلع دكتور او مهندس او اي حاجة من الحاجات المرموقة اللي معروفة عننا. الكلام ده كان زمان، عشان كده بقول لكم ان انتوا متبرمجين، ويعتبروا برضو اهالينا كمان هم متبرمجين، اهلكم واهلي كمان متبرمجين على حاجة زي كده من زمان، وهم اللي يعتبروا اللي بيزرعوا الحاجة ديت. النقطة اللي في بداية حياتك فيك هو ان انت بيقول لك ان انت ذاكر واتعب واشتغل عشان تطلع دكتور عشان تطلع مهندس وتنجح في حياتك. فانت طبيعي اهلك اللي هم الناس اللي يعتبروا المنتورز بتوعك او الناس اللي هم يعني الاكبر ناس بالنسبه لك او اللي هم قدوتك في الحياه بيقولوا لك الحاجه دي، يبقى اكيد الحاجه دي صح ومش هتراجع وراهم. كام دكتور وكام مهندس حاليا بيشتغلوا بشهادتهم؟ حوالي 10 ل 15% فقط من كل المهندسين اللي اتخرجوا. انت مثلا عندك لو في كليه الطب بتخرج مثلا 10,000 السنه دي و10000 السنه اللي قبلها و10000 السنه الجايه، هل انت متوقع ان كل الناس دي هتشتغل بشهادتها؟ هيجيبوا لكم مستشفيات منين؟ يعني هو مفيش كميه المستشفيات اللي تكفي العدد ده. دلوقتي كلهم اللي قاعد على القهوه، اللي بيشتغل في مجال بعيد خالص عن شهادته، واللي بيحاول يعمل فريلانسنج او بيحاول ان هو يطلع فلوس من اي حاجه عشان شافوا ان هي مش جايبه همها. انت بتدفع فلوس كتيره جدا وبتدفع كميه مصاريف مش طبيعيه طول حياتك في الدراسه، سواء في المدارس او في الجامعات، وخصوصا كمان بقى لو مدارس او جامعات خاصه بتدفع الدبل تقريبا. فكل الحاجات دي بتصرفها في الاخر وبتلاقي ان هي ملهاش اي لازمه في الاخر او مش بترجع عليك باي نفع، وفي الاخر تتصدم بالحياه الحقيقيه. لنفترض حتى ان الحظ لعب معاك ولقيت مستشفى كبيره او شركه كبيره تشتغل فيها، هل هتديك المرتب اللي تخليك ان انت تجيب لامبورجيني في اقل من 85 سنه؟ السر اللي قليل جدا يعرفه مننا وهو ان المدارس والجامعات هدفها الاساسي فقط هو تخريج موظفين للحكومه. هل انت حاسس ان انت طول حياتك في المدارس او في الجامعات اللي انت عديت عليها ان انت اتعلمت حاجه ليها فايده هتنفعك في الحياه العمليه؟ عمرهم ما هيعلموك ازاي الفلوس بتشتغل او ازاي تطلع فلوس اكتر او ازاي ان انت تبقى رائد او راجل اعمال ناجح. انا عارف ان انا قفلت لكم الدنيا خالص، بس ده مش قصدي. انا عايزك ان انت تبقى واعي، تبقى مفتح، تبقى عارف الدنيا اللي حواليك وعارف ايه اللي بيحصل، زي المخرج بالظبط عارف الفيلم بس سايبهم يمثلوا. اطلع من السجن اللي اتفرض علينا من العادات القديمه اللي اهلنا بيزرعوها من زمان واحنا صغيرين. دور وتعلم في كذا مجال وشوف الناس اللي نجحت بجد عمل ايه، وحاول انت تتبع طرقهم وتمشي وراهم وتحاول فعلا مره واثنين وثلاثه لغايه ما تفشل وتنجح تاني وتقوم تاني وتحاول كذا مره، عشان هي الحياه عباره عن كده. اتعلم وتخرج ماشي وخد شهاده، بس ما تكونش دي هدفك الاساسي، تكون فقط بلان بي، حاجه جانبيه لو انت ما عرفتش تسلك في حياتك تحاول ان انت تعمل بيها اي حاجه. عشان احنا في مجتمع بيحترم الشخص المتعلم بس بيحترم الشخص الغني اكتر.